وانا كنصاوب هاد الحليوه قلت ضروري نشاركها معاكم. حليوه سهله وهمويه واللي ذاقها كيسول على المقادير ديالها. وعلى بركه الله هادو هما المقادير اللي غنحتاجو في الحلوه. اول حاجه غادي ناخذ اللوز نديروه في خلاط كهربائي ونطحنوه على هذا الشكل، نزيدو عليه 2 اكياس ديال زهره البرتقال، سكر كلاصي والنشا. كلشي غنخليه بالعبارات تحت الفيديو. معلقه ديال التمر معجون او الكونفيتير والبياض تاع البيض. كنجمع الخليط وكنغطيه ونخليه في الثلاجه ليله كامله. من بعد كنجيب الزهر وكناخذ واحد المعلقه صغيره كنغطسها في الزهر ونهز بها العقده ديال اللوز وكنشكلهم كويرات على هذا الشكل. ممكن تعبروهم باش يجيوكم متساويين. انا خديت العبار في يدي ودرتهم بالعبار. هنايا كناخذ اللوز وكنضغط عليه هكا غير شويه من الفوق. كندخلهم للفرن مباشره على 160 او 170 على حسب الفرن ديالكم. وما تفوتوش 12 دقيقه في الطياب باش يجيوكم معلكين وما يقصحوش لكم. الا فتو 12 دقيقه غيقصحوا وما غتجيكمش الحلوه زوينه. غادي ندوق معاكم وحده نوريكم كيف التكستير ديالها من الداخل. شوفوا كيفاش معلكه. بسم الله. يا سلام، واعره. ضروري تجربوها وسجلوها عندكم. نهار تحتاجوها تلقاوها. وكيف العاده تسنوني في الفيديو بروسيما.